تمكنت في الأيام القليلة الفارطة إحدى الفرق الأمنية من إماطة اللثام على عصابة خطيرة مختصة في ترويج مادة نادرة بالبلاد التونسية وتخزينها بطرق ممنوعة. وخبر القبض عليهم أدخل الطمأنينة عند الشعب التونسي وخاصة القهوجية والأم المرضعة. نتفرجوا. احتراماتي سيد محافظ، بعد تضافر كل الجهود وتعاون كل الفرق المختصة من حرس وشرطة وديوانات، وبعد كمين تم نصبه بذكاء أمني، تمكنا من القبض على المجرم اللي يروج في المادة المفقودة، وهو تو في الجيود يستنى باش يتعدى على سيدتكم للتحقيق. أحسنت. والكمين صبتوه من قدام ولا من تالي؟ الحقيقة متاع ربي لا من قدام ولا من تالي، كل شيء تلعب في الوسط. تعبتين رش جاء مزبول. يعني المجرم ولا أعور وهو كذلك يلا دخلوا من غير تصرفيه، ما يتصرفك كان كيكس وينكر التهم. انطق تكلم، منين تجيب فيه وشكون معاك في الشبكة هذه؟ لا شكون تبيع فيه؟ نتاع سلوفانيا ولا سلعة المدب؟ سيد المحافظ خديني مش نينار. سيد المحافظ مش قلت الظرف في المراكز تنحى بعد الثورة؟ نقص من قراية الجرايد عايش ولدي، نقص. منين تجيب فيها السلعة وعلى قداش تبيع فيه البك؟ والمسائل متاعك ماني شريحة. انطق. والله شوف سيد المحافظ، أنا نتعامل ياسر مع النساء وخاصة الوالدين الجدد، فهمت؟ يا هونوا على الباكورة، ماك تعرف حنان الأم المرضعة. وزيد عندي شوية جماعة من المعارضة فرحين بيا ياخذوا بستيكة ومحلفيني باش حد من الحكومة ما يلوك كاس، فهمت؟ يعني تصارف انه حمل امامي ورئيس عصابة؟ يا ولدي انا رئيس عصابة وانا رئيس حكومة يا ولدي، خطير راجل شبيه. هذا اتهام صريح سي حمادي جبالي. تحبوا تركبوها لي في اي حكاية؟ يا خويا انا نروج في الحليب وانا وراء تفجيرات 11 سبتمبر، والطيارة متاع لوكاربي انا اللي طيحتها بتريبولات، وأسامة بن لادن يا دي راجل خالتي هذاك صفا، امورنا جازوز هكا. يلا خويا شيلوني.